بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت تكونوا بخير. انا هعمل معاكم النهارده صينيه بطاطس باللحمه. زي ما انتم شايفين كده، انا عصرت الطماطم في الخلاط، وبعد كده قطعت بصله وتوم. وحطيت زيت، وبعد كده طبخت الرز اهوت، وطيت عليه سيبه يتردد. بعد كده بقى اسبك الطماطم اللي معايا، ومقطعة بقى البطاطس حلقات ومكعبات. ومجهزة بقى اللحمة. انتوا شايفين ضفت مرق الدجاج، وضفت فلفل اسمر وملح بس. وهسيب بقى الطماطم تتسبك، وبعد كده بقى انزل عليها بالبطاطس اللي انا مقطعاها ونقعاها، مقطعاها حلقات ومكعبات. وبعد كده بقى هضيف البطاطس اهو بعد ما الطماطم اتسبكت اهيت. ضفت البطاطس، وهضيف بقى اللحمة، وهديها غلوتين كده على البوتاجاز. وبعد كده ايه، انا مولعه الفرن اصلا يسخن. هحطها بقى الصينيه، احطها بحالها في الفرن، واسيبها بقى ايه زي ما انتوا شايفين، قطعتها حلقات كده. اديها غلوتين كده على البوتاجاز، وبعدين هدخلها بقى الفرن يكمل السوا بتاعها. هسيبها في الفرن بقى لمده ساعه الا ربع. اهدي عليها النار واسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها كده لحد ما اللحمه تستوي، البطاطس كل الحاجات دي مع بعضها. وهضيف كده شوية شبت على بقدونس على وش الصينية كده، وادخلها بقى في الفرن تكمل سواها. وده كان الغدا بتاعنا النهاردة، وعاملة رز ابيض وصينية بطاطس باللحمة. اما وشها بقى يحمر هطلعها بقى من الفرن. انا بشكر بقى كل اللي دخل جديد في قناتي من خارج مصر ومن داخل مصر، من داخل مصر ومن خارج مصر. عجبكم بقى الفيديو النهارده، وعجبكم طريقتي في عمل صينية البطاطس؟ يا ريت ما تنسونيش باللايكات يا حبايبي، عشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. اهم حاجه اللايكات. وده كان الغدا بتاعنا، ده الرز والابيض، وده اللحمه والبطاطس، وده الشوربه. عجبكم الفيديو؟ يا ريت ما تنسوناش باللايك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه، اشوفكم على فيديو جديد. مع السلامه يا حبايبي، ما تنساش اللايكات بقى.